سكان مدينة قصر الكبير الله يجازيكم بخير. السلطة كتأكد كتقول لكم ضروري إخلاء إلى مراكز الإيواء أو التوجه إلى خارج المدينة أو مغادرة المدينة. الله يجازيكم بخير. الحافلات راهم متوفرين، السلطة موفرة الحافلات وبالمجان أمام ضريح مولاي علي بوغالب. الله يجازيكم بخير. أمور ما غتوصلش بخير، وفي نفس الوقت راه المنسوب الماء يقدر يوصل حتى ل 5 متر. كنأكد أمور ما غتوصلش بخير، منسوب الماء يقدر يوصل حتى ل 5 متر. الله يجازيكم بخير. حافلات مجانا، السلطة مركزية إقليمية موفرة الحافلات، والمحلية كذلك موفرة الحافلات أمام ضريح مولاي علي بوغالب. الله يجازيكم بخير. أمام ضريح مولاي علي بوغالب قطار كذلك بالمجان. سيول جارفة، أحياء غارقة، وسيارة تجرفها المياه، مشاهد اعتادها العالم في مناطق استوائية، لكنها اليوم تبث من المغرب. هنا في مدينة القصر الكبير شمال غرب البلاد خرج الماء عن مجراه، والسبب امتلاء سد وادي المخازن بسرعة غير معتادة، ما جعل تصريف المياه ضرورة تقنية. هذا التصريف تزامن مع أمطار غزيرة فرفع منسوب وادي اللكوس وضاعف خطر الفيضانات في المدينة الواقعة أسفل السد، والنتيجة غرق أحياء سكنية وطرقات وإجلاء أكثر من 20,000 شخص، مع نشر وحدة من الجيش للمساعدة في عملية الإجلاء. لكن قبل هذه الفيضانات كان المغرب يعيش قصة مختلفة. 7 سنوات من الجفاف المتواصل أنهكت الأرض وأفرغت السدود وهددت الأمن المائي والغذائي للبلاد. ثم تغير المشهد. منذ نوفمبر الماضي شهدت البلاد تساقطات مطرية غير مسبوقة. الأرقام الرسمية تشير إلى كمية أمطار تجاوزت معدلات العام الماضي بأكثر من 100%، وفي بعض المناطق وفرت ما يعادل حاجة سنة كاملة من مياه الشرب. السدود امتلأت بسرعة وانتعشت الزراعة وتنفس الاقتصاد الصعداء. لكن ما الذي حدث؟ علميا ما جرى ليس تناقضا. الأمطار نزلت بكثافة عالية وفي وقت قصير على تربة أنهكها الجفاف. هذا ما يسميه العلماء فقدان الاستقرار المناخي. أمطار أقل على مدار سنوات، لكن حين تأتي دفعة واحدة وبعنف. ورغم وفرة الماء المؤقتة يحذر خبراء من الوقوع في الوهم، فالمغرب لم يخرج من عنق الزجاجة، فالجفاف معطى بنيوي والمطر يبقى استثناء، ومن دون حوكمة صارمة للمياه قد يذهب أي مطر هباء، خصوصا أن المغرب لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأمطار في الزراعة، ما يجعل الاقتصاد رهينة تقلبات المناخ. فكيف سيتعامل المغرب مع هذا المناخ الجديد؟ تقدم يلا طاق انا جبت لك الصندوق معايا حطيتك هنايا حطيتك كامله ديالنا هي جبدوها كذا هذا لا خايفين عليك يا صاحبي انا علوم محمد ديالي انا شارك برافو لا خايفين عليك راه نضرب عليك كلمه تراك كيسمو خلوا تسمو يطلع 5 متر ويفوتها واشوف كامل خوا صار كامل خوا باغي توصل امك وموت كبيره ما كتفهمش وتركوا بيسير اول مساعده اير مش عندنا كل شيء عندنا كل شيء عندي كل شيء عندنا هو كل شهر يلا باش كتأكد باش هي كتأكد هنا الزروطه شي كتأكد كيخاف تخاف مسكين يخصوها ولا شي حاجه باش كتأكد عاد دير له صافي. السلام عليكم.
هذا نداء استغاثه من واحد المنطقه اللي عندي معها صله قرابه. هذه البلاصه اللي غنتكلموا عليها اليوم كتسمى بقريه تاغزوت التابعه لاقليم الحسيمه. هذه المنطقه الجبليه اللي لطالما نشرت لكم مقاطع كنعرض فيها خيرات المكان والتنوع الطبيعي اللي كتزخر بها، ولحد 2025 وكيف كانوا كاع مناطق المغرب كانت كتعاني من شح المياه ووقع ضرر كبير في الفرشه المائيه لدرجه ان الودان نشفوا والعيون نقصوا والمرجع عمله نادره. ومع ذلك كانوا متاقلمين مع الوضع وعايشين باللي كتب الله، وما عمرك تسمع صوتهم ولا كيتشكاو من المعيشه. ولكن دابا شنو واقع خلال هذا الاسبوع الماطر اللي فات على المغرب وبالاخص المنطقه الشماليه؟ الكارثه اللي وقعت تما لا تقل شانا عن كارثه القصر الكبير واللي تكلمنا عليها في المقطع اللي فات. تاغزوت الحسيمه ومن خلال هذا الاسبوع فقدت الدواوير على قدها ومنازل بحال لا عمرها كانت، والناس بقاو بلا مأوى في ظل هذه الظروف الصعبه. والسبب وراكم عارفين، الفائض في الامطار واللي بدل الشكل الجغرافي ديال المنطقه. ومن غير ان الديور طاحوا، طرقان تقطعوا، وقناطر تدمروا، ودان فاضوا، وعيون جديده ظهرت، وممرات خلقاتها المياه وسط مناطق سكنيه. يعني المنطقه عليها واحد الضرر كبير وكتعاني بمعنى الكلمه. اذا تاغزوت الحسيمه الان تنادي لفك العزله والمساعده الفوريه وانقاذ ما تبقى من هذه المنطقه. ونأكد لكم واحد الحاجه، ان تاغزوت الحسيمه دايره بحال الاسره، اي حاجه كيساعدوا بعضياتهم ودائما يد وحده. ولكن كيف تنقولوا هذه المره تغلبوا ولا حيله امام عظمه الخالق. وباش نكونوا واقعيين، الا كنا غنديروا نداء للسلطات انا ناكد لكم انهم في خبارهم، غير هما اعوان السلطه اللي جاوا تما بحرا شافوا بعينيهم وما كان حتى شي رد فعل. يعني ما كاين حتى شي تدخل لحد الان. بحرا الساكنه كتعاون بعضياتها. ربما التدخل السريع ما ساهلش في المناطق الوعره، ولكن عندنا كامل الثقه في الدوله ديالنا. وهذا علاش كبرنا النداء على اوسع نطاق. وعندنا واحد العذر ان هذه الكارثه جات متفرقه على بزاف د المناطق بحال القصر الكبير والنواحي قريه با محمد وتاونات وكتامه، وزيد على هذه المنطقه دابا اللي كنتكلموا عليها تاغزوت الحسيمه. المهم ككلمه اخيره، هادو كوارث طبيعيه، داكشي بيد الله ماشي بيد الدوله. الحاجه الوحيده اننا ندعو مع هاد الناس، اننا نوصلوا صوتهم ونبارطاجيو. انا اللي يقدر يدير شي اضافه ويعاون بشي حاجه يعاون. الانسان في هاد الظرفيه يقول خير او لا يسكت، وهذه هي الهضره المعقول. ودكتور جار المآسي ما عندكم ما ديروا في هذا الفيديو، حيت حنا عارفينها كارثه طبيعيه وغلباتنا الشتا. فالله يفجع علينا، الله يشوف من حالنا، والله يعدي هادشي على خير. وتحياتي والسلام عليكم. كما شفتوا الاخوان، راه الناس كتعني ديال بصح، والله يعطيها لنا قد النفع، والله يكون مع الناس ديال القصر الكبير كيعانيو ديال بصح. كنتمنى من السلطات انها تزيد تدخل اكثر من اكثر بحال تنقذ اكبر عدد من الناس، راح تكون الروح مغربيه كتعني الكثير للبلد، وكيعطي كل واحد كيعطي الامتيازات ديالو لهذا البلد. وكنتمنى انكم تدعوا معهم بالخير وبالمسانده، والفيديو اخر ان شاء الله.